مساء الخير عليكم جميعا. في حديثنا الليلة بقينا نسمع كتير عن السفر برا مصر. ناس سابت بلدها مش لأنها كارهة، لكن لأنها بتدور على حياة أهدى ومرتب يكفي ومستقبل أوضح وأسس حياة مش ترفيه. هنتحدث عن المصريين اللي شغالين برا وتحويلاتهم. إيه اللي اتغير في حياتهم؟ هل الشغل برا فعلا أحسن؟ حديثنا الليلة مش دفاع ومش هجوم، حديثنا حكاية حقيقية عن إنسان مصري قرر يجرب حظه بعيد عن بلده. السفر مش رفاهية، ده بقى ضرورة عند ناس كتير. مش كل اللي سافر كان نفسه يسيب بلده. خلينا أقول إن وصل تحويلات المصريين في الخارج إلى أكتر من 30 مليار دولار في السنة، يعني بزيادة 42.5%. تسجل أعلى مستوى ليها على الإطلاق. بلغت 37.5 مليار دولار خلال أول أشهر من العام الماضي. وبلغت تحويلات المصريين في السعودية بس، يعني في دولة واحدة، إلى 8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024. يعني ملايين المصريين بيشتغلوا ويتعبوا ويحولوا فلوس لأهلهم. الفلوس دي مش رفاهية، ده علاج وتعليم وأكل وسكن، يعني حياة كاملة. وتأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلا لتحويلات المغتربين على مستوى العالم بحسب البنك الدولي. وتشير التقديرات إلى أن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي. 14 مليون ده حجم دولة. يعني في دول ما بتجيبش ال 14 مليون، حرام بجد. السفر دلوقتي أو أحيانا بيكون هروب من مرتب مش مكفي، من شغل من غير تقدير، من مستقبل مش واضح. ناس سافرت مش عشان تبقى غنية، عشان بس تعرف تعيش من غير خوف. الفرق بس مش في المرتب، لا تفتكروا ان اللي بيسافر طماع، لا طبعا. الفرق في طريقة الشغل بره. شغلك معروف ووقتك محسوب وحقك محفوظ. هنا ساعات أطول، مجهود أكتر، تقدير أقل، وصحاب شغل مش بشر، ومش عايز اقول لفظ. وده لا يمنع ان في ناس محترمة، وده مش تقليل من بلدنا، لا لا لا، ده واقع أليم عايشينه وشايفينه وحاسينه كلنا من طريقة شكوى الناس. وخلينا نبص للأرقام. خلينا مثلا واحد في مصر بيقبض مثلا 4000 أو حتى 10000، ده مش فاشل، ده بيشتغل في ظروف صعبة. نفس الشخص بره ممكن يقبض 3000 دولار، بس بيدفع غربة وتمن، بس بيقضيه وبيعرف يصرف. أما هنا ما بيعرفش يصرف، أو ما بيكفيش بسبب التضخم. وصل دين مصر الخارجي إلى 166 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، والرقم بيتغير مع الوقت حسب الاقتراض الجديد، سداد ديون، وتقلبات أسعار العملات. وسداد الدين محتاج عملة صعبة، وده بيؤثر على الجنيه وبيضعفه. ولما يضعف بتعلى الأسعار، والنتيجة حتى لو مرتبك زاد رقما، يعني زاد في الفلوس، القيمة الشرائية بتقل. وده اللي بيسبب زيادة سفر المصريين، عشان المرتبات في مصر بقت زي الزفت، وكده بسبب الدين، وعشان الدولة بتدفع اقساط وفوائد بالدولار. ففلوس كانت ممكن تروح مثلا للموظف راحت للدين. خلينا اقول الحقيقة اللي محدش بيقولها. الغربة وجع، ووجع بتكبر من غيرك، وجع عيد من غير اهلك، وجع نجاح ملوش طعم لانك لوحدك. كل اللي بره مبسوط، مش كل اللي بره مبسوط، ومش كل اللي هنا تعبان. وده ما يمنعش ان السفر بتكتسب منه مهارات جديدة، وبتتعلم مهارات شخصية جديدة، بداية من مهارات التواصل وصولا إلى بناء العلاقات.
وبيساعد السفر في تعزيز برضو المرونة الإدراكية في دماغك، يعني فكرك وتفكيرك بيتغير. ولابد أيضا من إدراك التوقعات للتعامل مع التحديات. والسفر حل لكل الناس، ومش عيب ومش بطولة، هو اختيار له تمن وله مكسب. في ناس السفر أنقذها، وفي ناس كسرها، وفي ناس رجعت أقوى في الآخر. تعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. التحويلات ليست مجرد رقم، بل هي دعم مباشر للاقتصاد المصري، وبتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة. ونتمنى إن الوضع في مصر يتغير، والمغتربين يرجعوا كلهم، والرواتب تتحسن، ويفيدوا بلدهم أفضل وأحسن. طبعا لما الإنسان يفضل في بلده وبلده تحترمه، والمجهود اللي بيبذله بره يبذله في بلده، هتفرق في مصر، وهتفرق في حاجات كتيرة جدا. وفي ختام حديثنا الليلة، المصري سواء هنا أو بره بيجري على نفس الحاجة، اللي هم الستر والأمان، ويوفر لنفسه ولأسرته حياة كريمة. ما تحكمش وما تغلطش، اسمع الأول. وده كان حديث الليل، واحنا إن شاء الله مكملين مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.